خلينا ننتقل فيكم إلى قصة السعلوة. السعلوة أنا يوم قريت سوالفها كثيرة، طبعا الحقيقة موجودة أن السعلوة هذه موجودة، وأنا شفت مقاطع أن السعلوة اكتشفوا أنها طلعت من جديد. السعلوة هذه يقولون أنها تحب تاكل الأطفال، وفي روايات من قبل وسوالف أن إذا اختفى الطفل أيام قبل يدرون أن السعلوة هذه حتى شكلها مخيف ومقرف. في مقطع أنا قبل كم سنة شفته للسعلوة قالوا أنها طلعت مرة ثانية وأنها أرعبت وفي إطلاق نار صار عليها واقتلوها. إن موجودة هذه السعلوة إلى الآن، لكن ما أدري هل هي أعدادها قليلة أو مو عارفين يحددون يعني يسمونها وين تعيش وهالسوالف هذه كلها، منطقتها الأصلية يعني. السعلوة هذه في منها قصص حقيقية انها اختطفت الأطفال، أو يمكن بمحض الصدفة كان في طفل مرمي وجات السعلوة وكلته. زين، هي تشبه الكلب، فاستغلوا أصحاب يعني اللي يخافون على أطفالهم قصة لا تجي تأخذك السعلوة ولا تجي ما أدري شنو، إنك عشان يخلون الأطفال ما يطلعون. ويا ليت السعلوة الآن ترجع